زي ما قلت لكم وصفتنا اليوم بتكون وصفة يحبونها الأطفال. راح أسوي أصابع الدجاج مع البطاطا المقرمشة. البطاطا المقرمشة سبق وسويتها في رمضان، بس من كثر ما هي لذيذة وحبوها الأولاد راح أسويها مرة ثانية. هنا صدور الدجاج راح أقطعها إلى أصابع بالسمك اللي أنتم تحبونه. هنا قطعت أصابع الدجاج، راح أخلط معها مقدار من اللبن، ولو كان اللبن خاثر بيكون أفضل، أو لبن شتورة أو لبن أب. إذا تحبونها سبايسي ضيفوا لها شطة أو أي نوع من الشطة. راح أستخدم هذا النوع لأني أحب هذا النوع. أضفت لها هنا شوية ملح وفلفل أسود، وراح أخلطها لحد ما تمتزج وأخليها لمدة ساعتين أو يوم كامل. أنا بخليها ساعة لأن ما عندي وقت لساعتين، أنتوا خلوها ساعتين خلاص أفضل طبعا. راح يحبونها أولادكم بشكل مرة يحبون، راح يحبونها. الآن راح نكمل وصفة أصابع الدجاج مع البطاطا المقرمشة. أنا راح أخلي البطاطا بالقشر وراح أقطعها أصابع وأرويكم الآن كيف. البطاطا قطعتها بهذا الشكل، بعدين راح أبدأ أقطعها الآن إلى أصابع باستخدام السكين، تكون شوية عريضة. هنا حطيت طحين، حطيت فيه ملح، فلفل أسود، بابريكا، هذه البابريكا اللي هي الحلوة. حطيت فلفل الكاين، هو نوع من أنواع الفلفل الحار، هذا الفلفل هذا النوع. أوكي، عادي تحطون أي فلفل حار تبونه. ثوم بودرة وملح. راح أشيل الخلطة الدجاج من هنا وأغمسه هنا، بس هنا راح أخلطه الآن. هنا البطاطا المقرمشة تحتاج تقريبا وقت نص ساعة، فراح أسويها أول بعدين راح أبدأ أبلش بالدجاج. إيش الأشياء اللي حطيتها هنا؟ ترى سويتها في رمضان وموجودة في الانستغرام. البطاطا قطعتها بطريقة رويتكم إياها. حطيت طحين، كركم، بيكنج باودر، بابريكا وفلفل أسود وملح، وراح أخلطها بيدي بهذا الشكل. إذا حسيته ما لزق راح أزيد شوية مي على أساس إنه يلزق فيه. طبعا هو راح ينزل مويته بعد شوي البطاطس، فأنا خلطتها عدل مدل. أخذ من قطع الدجاج هذه المغمسة بالخلطة وراح أغمسها هنا مرة مضبوط. شوفوا هنا قاعدين نغمسهم ونغطيهم مرة مضبوط على أساس تطلع فيهم تعرجات. هنا دجاجي صار جاهز، والبطاطا حقتي هذه صارت جاهزة. طبعا البطاطا كل ما خليتوها كل ما كانت أفضل وتكون مقرمشة أكثر. راح أحمي الزيت لازم يوصل درجة حرارة بميزان 320 عشان تحصلون على نتيجة جيدة في القلي. هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هنا بدأنا في قلي الدجاج. وهنا حطيت البطاطا المقرمشة. طبعا أحط كمية قليلة في المرة الواحدة، ما أحطهم فوق بعض على أساس تتقرمش عندي مضبوط. هنا أنا راح أبدأ أقلب الدجاج، وشايفين ما شاء الله تبارك الله، شايفين التعرجات. هاي التعرجات دليل نجاحك على فكرة، كل ما كانت موجودة. أنا وصلت إلى هذه النتيجة، هاي النتيجة هي النتيجة المرضية. الآن خلاص راح أشيلها وأحط المجموعة الثانية، ولاحظوا إني أنا ما أكثر.